اما تدخن يا بيه؟ لا متشكر، ما بدخنش. مليح. اسمك ايه؟ اللي هناك؟ أنا يا أخوي اسمي رفاعة الطحطاوي. هاشم الرشيدي بينكر نفسه يا رجاله. ومين من كلاب الرشايدة يقدر يقول اسمه قدامك يا جابر؟ قول له انزل من العربيه، قول له انزل 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 انزلي. لا قول له انزل. الست حامل وبتتألم وانا دكتور. دكتور؟ رايح كفر الجبل تعمل ايه يا دكتور؟ كفر الجبل بلدي. اسمك ايه؟ الدكتور سامي العدوي. وصل الركاب، ست حامل وتعبانه، اركبوا. استنى انت! ليه يا اخوي؟ استنى! كيفك يا هاشم؟ والله اشتقت لك كتير. وازاي الحكومه سايباهم؟ دول المطاريد محدش قدر يقف قدامهم. عايشين في الجبل وسط الوحوش والدياب. ده كبيرهم الملتم يبقى كابر الدين، محدش قدر يشوف وشه، ويقولوا اللي يشوف وشه ينقتل في الحال، واللي بينه وبين الرشايدة يتفتلوا بلاد. وايه اللي بينه وبين الرشايدة؟ زي ما تقول كده، بين المطاريد والرشايدة يا قلبي لا تحزن. والمطاريد نزينا وهم اسياد الجبل. طب والاهالي موقفهم ايه؟ والله الاهالي عايشين بين نارين، نار اسيادهم اللي فوق ونار اسيادهم اللي تحت. وصلنا كفر الجبل يا رجاله، الحمد لله على السلامه.
شكرا. بقولك ايه يا ريس؟ نعمين؟ ما تعرفش فين بيت العدوي؟ الدعوة دلوقتي يا دكتور، الرشايدة خدوا خبر، بعد شوية البلد هتبقى جمرة من جهنم. أباي يا رب، أباي. انت مين؟ انا سامي العدوي، دكتور. مفيش مواصلات نازله مصر دلوقتي، روح نام والصبح سافر. انا لسه واصل حالا من مصر. اتفضل. شكرا. وجاي تعمل ايه في كفر الجبل؟ هفتح عيادة ان شاء الله. وناوي تعيش فين؟ في بيت ابويا. طبعا هبعت معاك عسكري يوصلك بعد ما تشرب الشاي. بس انا ما اعرفش البيت. هو بيت مهجور من زمان في اطراف البلد، بيت العدوي. تعرفه؟ ولا عمري سمعت عنه. مين ده اللي هيفتح بيت العدوي؟ سيبك منه. مين اللي يفتح علينا فتحة ويكلم المواجع؟ ده راجل عجوز وبيخرف. ممكن اشوفه؟ اتفضل. انت ابن العدوي؟ ايوه. اسمك سامي وبقيت دكتور. انت عرفت اسمي ازاي؟ بقول لك ايه، هو صحيح الحكومة في مصر لغت التعريف؟ حبسه ليه؟ زي ما انت شايف، متسول ومدمن افيون. ده انا بعمل فيه جميل، بنيمه هنا بدل ما ينام في الشارع. قاعدين يكفيكوا شر الجايين. مساء الخير يا محمود بيه. خبر ايه؟ عايزك في كلمة.
ايدوني يا اخويا، ايدوني يا اخويا. مع السلامة. خش جوه. ايدوني يا اخويا. انقلوا جوه يا سليمان. لحقت على اخر نفس، ربنا كتب له عمر جديد. كان حطه على طريقي. ضربوني ما فيهاش يا اخويا، ضربوني ضرب شديد يا وبعدها اخويا. تعال. تعالوا يا فندم. يا فندم، يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. حضرة الضابط بيقول لك لاجينا بيتكم. فوت قدامه على الصالة. كمان اتفضل. الضابط بيقول لك لو احتجت اي حاجه احنا في الخدمه. متشكرين يا حضرتك. السلام عليكم. مع الف سلامه. اللي جابك يا غازية؟ الجبر بده يزبعني. فوتوا قدامي. صباح الخير يا رجال. ازيك يا بنت؟ ازيك يا اخو؟ صباح الفل. جايباه معاك يا غازية؟ خدامتك يا سيد الرجالة. فضلت خيرك حاجات من السوق واخبار من البلد. هاشم الرشيدي من ساعة ما رجعته العلقة وهو مترابط. وايه بقية الاخبار؟ الرشايدة
فضوا مطرحين في حوش البيت، واحد مالوه كسب وكماوي والتاني مالوه علف يكفوا مديريه. يقولوا في دكتور جديد نزل البلد. ايوه صح. ده فتح بيت العدوي وبيضه، وبدل ما كان مليان عجارب وتعابين بقى يشفي فيه العليل. واهل البلد مبسوطين من كده عاد. قوي. ايه اللي خلاه يختار بلدنا من دون الصعيد كلها؟ صح. ما هي برضه تبقى بلده. بقى الناس بتطفش في الصعيد يقول هو يجيها برجليه، والله مجيته دي فيها ان. صح يا اخوي صح. قصدك ان الدكتور مبايت على نية سودة. صح يا اخويا، فين المية يا ولد؟ احنا كنا دخلنا جوه ضمير واطلعنا عليه. بكره الايام هتكشف على المستور، لسه هنستنى الايام. بقول ايه، اجري عليه واطخه على طول. الجدع ما بانش منه اي شيء راضي، وشكله يطمن. انا مش عارفه انتوا قلقانين منه كده ليه؟ عاجبك شكله يا جميلة؟ شفتيه فين؟ ومتى؟ جميلة شافته في الطريق وما ظهرش منه غير كل ادب. رايحة فين؟ شبعت يا بابا. ما كلتيش كشك؟ ملهاش نفس تاكل، زهقت من قعدتها في البلد، عايزة تقضي المسامحة في اسكندرية. هذه اللي خدناه من الجامعة. بكرة الدنيا مش هتساعك لما تشوفها دكتور. أول جميلة ما تتخرج من الطب هيكون الدكتور سامي كوش على عيانين البلد كلهم. صح، ساعتها اجري عليه واطخه، وبنت اخوي تاخد عيادته. كفايانا من الاعادي والمطاريد لانه سبق بالشر ونعديه. الولد ده من بكره هيكون لي تصرف تاني معاه. ناولين الكشك. يا اهل البلد، الدكتور سامي فتح عياده في البلد وكاتب فيها شفاء. يا اهل البلد، الدكتور سامي فتح عياده في البلد وكاتب فيها شفاء. يا اهل البلد، الدكتور سامي فتح عياده في البلد وكاتب فيها شفاء ودفعت فيه واحد. يا اهل البلد، الدكتور سامي فتح عياده في البلد. ما تتعبش نفسك يا دكتور، اهل البلد ما بيعرفوش يجروا. شيل اليافطة، هيجي يوم ويعرفوا يقروا. طب واي، وهتستنى هناك لغاية ما يتعلموا يجروا؟ مش هستنى كتير، اليوم ده جاي قريب ان شاء الله. والله خلاص زهقتوا مني. وده معقول نزعج منك؟ ده انت منور البلد. منورة باهلها. عارف مين اللي بيكلمك دلوقتي؟ اتشرف. انا محمود الرشيدي. اهلا وسهلا. وانا سامي بن العدوي، الله يرحمه. انت كنت تعرف والدي؟ كان باش كاتب الجمعية الزراعية، راجل كان يتحط على الجرح يطيب. اتفضل. وتشكر. انا طالب منك خدمة. عمر، انا عاوز تجيب لي راجل تثق فيه يشتغل معايا تمرجي. انا هعلمه شغلانة التمرجي بس شرط يكون امين. واشمعنى انا اللي بتطلب مني بالذات طلب زي ده؟ بصراحة انا ارتحت لك، خصوصا انك كنت تعرف والدي الله يرحمه. عز المعرفة. انا اسف اذا كنت بتقل عليك. يا دكتور انت تؤمر. استاذن انا بقى. مع الف سلامة. شرفت. يا دكتور انا مستنظرك بكرة في البيت. خير؟ عايز اعمل معاك واجب. اتفضل يا دكتور. متشكر. عجبك الوكل الفرنجي ده يا دكتور؟ يسلم ايدينا اللي عمله. ايوه، ما انت بتشرب قهوه فرنجي برضه؟ اسمها نسكافيه يا بابا. صح، ساكنه فوق. ايوه، ما هي جميله دكتوره برضه. صحيح؟ ايوه، في سنه ثالثه طب. عظيم. دكتور، مش هتفتكر حاجه من البلد عاد؟ أباي هيفتكر ايه ولا ايه؟ ده امه سابت البلد وهي شايلاها على يدها، وكان عيل صغير عمره 2 سنين، مش كده يا اخوي؟
امك ما قالتلكش حاجه عن موتة ابوك؟ حكيت لي طبعا. قالت لك ايه؟ قالت لي انه مات في حادثه. وهي ما جاتش معاك ليه؟ والله نفسي اشوفها. يديكي طول العمر يا حاج. والدتي توفت. الباقي في حياتك. متشكر. يعني انت مقطوع من شجره. اخويا الكبير ماله؟ هو فين؟ بتشوفه؟ مفيش حد في الدنيا حب اخوه قدي، مع اني عمري ما شفته. عاش طول عمره في الكويت. كانت جواباته هي الشيء الوحيد اللي بيربطني بيه. كنت اراها كانها جوابات غراميه. من كتر ما قريتها حفظتها. بعت له قلت له نفسي اشوفك. قال لي لما تبقى دكتور هتشوفني. كان كله امل اني ابقى دكتور. اول حاجه عملتها لما اتخرجت بعت ابشره، وقعدت مستني وصوله، مستنيه يوفي بوعده. لكن للاسف جاني خبر موته. انطخ. ربنا رحمه يا اخوي. حتى ما عرفتش اعمل له جنازه ولا اخد فيه العزاء. شفت كيف قاعد يبص في وشوشنا ويقول ان ابوه مات في حادثه؟ يا راجل احسن الظن بيه، امه كانت ست عاقله وخبت عنه. لو خبت امه عنه اخوه ما يخبيش. اخوه الاخر عاقل. اخوه سماوي هرب من السجن وسافر على بره. والله خبر موته نزل على قلبي ما سجعه. هو شاب مليح وزين، صعب على جميله لما عرفت انه وحداني. جميله دريانه بالدور؟ وش دراها؟ هي مشغوله بمذاكرتها وجامعتها. امانه عليك خلي قلبك يصفاله. المثل بيقول حرص من صاحبك ولا تخونه. والمثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. قصدك ايه؟ عشان لا قدر الله لو مكتوب له يعرف الحقيقه يبقى يعرفها وهو مناسبك وانت جد ولاده. جوزتيه البنت وخلف منها كمان، قطيعه تقطع النسوان وشورتها. صباح الخير. صباح النور. على فين بدري كده؟ تحب تتفسح معايا؟ أوي. تعرف ان ليلة امبارح اول ليلة انام فيها وانا فرحانة؟ هي سهرة كانت بسيطة بس حسيت ساعتها ان انا انسانة. ما تتصورش الملل اللي انا عايشاه في البلد دي. الناس هنا بتنام من المغرب زي الفراخ. لا ده كان زمان، لكن دلوقتي اكيد الحال اتغير لما دخلت الكهرباء. دخلت الكهرباء والناس برضو بتنام من المغرب. انت ناسي المطاريد؟ انا مندهش، مفيش حد قادر يوقف المطاريد عند حدهم. البوليس بيعمل ايه؟ انا قابلت ضابط النقطة، شكله مش ناوي يعمل حاجة. هنا مفيش حاجة بتتعمل، حتى الساعات ما بتمشيش. بص كده على عقرب الثواني هتلاقيه ماشي بيتلكع. الحاجة الوحيدة اللي بتتعمل هنا الخلفة. الناس هنا بقى بيخلفوا حلو قوي. وانت ما فكرتيش تساعديهم؟ اساعد مين؟ اهل بلدك. لو فكرت تعملي شيء يفيدهم بالتأكيد ساعتها مش هتحسي بالملل وهيبقى لحياتك هدف. انا عندي هدف، لما اتخرج ان شاء الله بابا هيفتح لي عيادة في باب اللوق. ساعتها ممكن اكون دكتورة مشهورة. هو باب اللوق ناقص دكاترة؟ اهل بلدك اولى برعايتك. كلامك ده جميل بس انا للاسف مش متفقة معاك. انا بقى عكسك تمام. يا ابوي اشهد ان لا اله الا الله. اجيب لك شويه ميه يا اخوي؟ لا كابوس ونزاح.
في شيء شغل قلبك وراقد على صدرك. واكل كبد الديب وقلبه، ما تخلكش الشاي اللي يخوفني. رايح فين يا ابو رجال؟ عشان لو رجاله صحيوا يسالون عليك يا اخوي. راجع قبل ما ينهضوا. قلت لك في وقت صعب، من حقك ما تقابلنيش. انا عمري ما قفلت بابي في وش مريض. اتفضل. 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 تقدر تعالج القلوب يا دكتور؟ انت بتشتكي من القلب؟ من الهم اللي فوق القلب. ولا يهمك، خير ان شاء الله. اتفضل هنا لو سمحت. لا انت نبضك سليم وقلبك زي الحديد، بس انت موهوم شويه. اتفضل. الله يريح قلبك يا دكتور. اقبل مني دول. ايه دول؟ اتعابك. بس ده كتير، ده كتير قوي. مش كتير عليك، ده مقامك عندي. لا بس انا ما عملتش حاجه علشان استاهل ده كله. انا ليا طلب عندك، لو حققته هخرج من عندك مجبور الخاطر. أؤمر. ابعد عن الرشايدة. انت نظيف القلب واليد، وهم ناس وسخ وعفاشة. يكفي تسلم على نفر منهم عشان يسيب في يدك اثر من وساخته. ورحمة اخويا، لولا انك في بيتي انا كنت رديت عليك الرد اللي تستحقه. يعلم الله اني صادق في كل اللي قلته. انت مين؟ يا ريت تعفيني من السؤال ده. علشان اصدقك لازم اعرف انت مين. اوزن الكلام بصرف النظر عن اللي قايله. بعد اذنك يا دكتور سامي. ما دمت عارف اسمي لازم اعرف اسمك. اسمي عابر سبيل. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. اوعي يا ستي، اوعي اوعي. اتفضل يا دكتور. بنتي اللي ماليش غيرها، الحقني يا دكتور. ابوس ايدك، الحقني يا دكتور. طمني. هنا. طمني يا ستي، خير ان شاء الله. اتفضلي بره واديني شويه ميه لو سمحت. واديني حاجه ساعه. فين يا دكتور؟ اتفضلي.
انا جبت العربيه عشان ننقلها المستشفى في البنطة. مش هتستحمل الطريق، انا هضطر اولدها هنا، وانت ممكن تساعديني؟ الحمد لله. برافو عليكي، كنت هايلة. البركه فيك. انتوا ليكوا اعداء في البلد؟ المطاريد. مفيش اعداء غيرهم؟ ناس بتكرهكم مثلا؟ معرفش، بتسأل ليه؟ عاوز اعرف كل حاجة عنك. ليه؟ اصل اول ما جيت البلد حسيت اني هلاقي فيها نفسي. ولقيتها؟ لقيتك وحبيتك. وانتي؟ انا مستغربه قوي، بتفتحني بحبك بكلام عن الكره والعداوه. اعذريني، اصل في حد حذرني من الرشايده، وانا يهمني اعرف حقيقه نسايبي. لو بتحبني بجد ما يهمكش كلام اي حد تسمعه من بره. انا اسف. اشوفك تاني؟ هفكر. كيف يا ماما؟ ألف مبروك يا محمود بيه. أنا أحمد الظابط، اتفضل. مبروك يا سليم. أهلا بالحكومة. أهلا. مبروك يا باشا. أهلا. اتفضل يا أخوي. اهلا يا عمر. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا عروس. اتفضل يا عم. مبروك يا رجالة. الله يبارك فيك يا سعادة الدين. يا رشيدي يا رشيدي، ده ايه اللي جابك وشكلك العفش ده؟ انت فين يا رشيدي؟ واي انت لسه عايش؟ يعني جاي عشان اخد من معطاكم الراس. دي اللي كدبت عليها؟ انت بتقطع من لحمك؟ انت اشحال ما كنتش بتزرعه؟ سامي خد عروستك تخش جوه. فين يا ولد؟ على الشارع ساعة البيت. ايه؟
لفيني بالشوم يا اخويا، لفيني البندقيه قلت يلا يا هاشم. الدكتور اتخطف يا رجاله، خطف الدكتور يا رجاله، الدكتور اتخطف يا رجاله.
انت؟ زمان سألتني عن اسمي وديني بجاوبك. انا جابر الديب، كبير المطاريد. انت الوحيد اللي شفت وشه من غير نتام، وهنسيبك تعيش. انت اللي حرقت مخازن الرشاي ده؟ ده كذب وكماوي، سرقوه من الجمعيه، سرقوا حق الفلاحين لاجل ما يخزنوه وبيعوه في السوق السوداء. انا سايب اشراف البلد، وانا لا يمكن اعالجك ليه؟ علشان تنزل تحرق الرشاي ده وغيرهم من تاني؟ شوف شغلك يا دكتور، وحقك هتاخده بطاقتين. عشان كده سبت لي مبلغ كبير، عاوزني ابقى الدكتور الخصوصي بتاعكم. فلوسكم تحت في العياده، انزلوا خدوها، انا ما بعالجش مجرمين. انت واجبك تشفي المريض مش تحاكم. انت دكتور مش قاضي. لا، انا دكتور وقاضي. لو قاضي عادل بحق تخرج الرشاي ده بيدك. ايه اللي بينك وبينهم؟ ده والجرح يا طبيب، العيار داخل جرب العظم بيوجع وجع ما يستحمله جبل. انا ما اقدرش اخرج الرصاصه، انا ما عنديش بنج. بلاقي البنج. مش هتستحمل الالم. مستحيل اتقلب من يدك. طول ما سخن. جميلك فوق الراس يا دكتور. اديك بقيت كويس، ممكن امشي؟ يا دكتور عندي ليك نصيحة، أمانة ما تهملها. سيب البلد وارحل. مع السلامة يا دكتور. معاك حجة الأرض ولا لا؟ معايا. والخيط؟ اهو. اقعدي. هسلفك، عايزة كام؟ 500. هديهم لك 400 بس. لا يبقى لي 100. هاخدهم فوايد للدين. ليه هتطلعهم بالفايز؟ ما عنديش فلوس. هاتوا خلصني. هاتي ايدك. خدي الجريمة دي. بس انا ما اقدرش اشتري. ليه؟ ما عجبكش؟ صنف كويس لكن انا ما اقدرش اخرج بيه من البلد. تقدروا انتوا؟ وما نقدرش ليه؟ المطاريد
ناسيين عملوا ايه السنة اللي فاتت؟ نهبوا الحمولة كلها. السنة دي حاجة تانية يا اخوي. جابر مرمي في الجبل ما يقدرش يتحرك عاد. مادام كده هات لي الافيون مصر واقبضك تمنه لما يوصلني. مبروك، هاشم هيبقى اب. تمشي على الدواء ده وتبعدي عن هاشم اسبوعين. خاف يتجوز علي. طبعا اذنك يا سامي، انا اروح ابلغ عني هاشم. لا جميلة، انا هقول. عقبالك. هاشم يا هاشم، هتبقى اب يا هاشم. وايه يعني؟ انا يهمني. خش جوه بالواد اللي بطن. خشي هتتخشي. يطلع. مش عايز حد فيكم يلبس اسود. انا اكتر واحد حزنان عليه. ده اخويا شبيك اللي ما فرقنيش لحظه، لكن مضطرين نخفي خبر موته عشان كلنا ما نروحش في حديد. ارسموا الضحكة على وشوشكم واكتموا الحزن في قلوبكم واطمنوا، دم هاشم مش هيروح هدر. اطلعوا فوق فوق يلا. ابن حلال، ده انا كنت لسه هجيلك. اتفضل اتفضل. خطوة عزيزة يا حضرة الظابط. اهلا يا سليمان. ابن حلال، ده انا كنت جاي لك في بلاغ. بلاغ في مين؟ بلاغ سرقة. سرقوا عربيتي يا حضرة الظابط. عربيتك لو مليانة افيون. يبقى اللي سرقها عشان ينقل فيها الافيون. فين هاشم؟ هاشم سافر امبارح بالبيجو. طب انا عايز اسال مراته شويه اسئله. تسال حريمي يا حضرة الظابط؟ انا بعمل تحريات في قضيه افيون يا رشيدي.
المطاريد سابوا الافيون في العربيه. يبقى المطاريد هم اللي سرقوا العربيه عشان ينقلوا فيها الافيون. تحريات بتقول ان هاشم كان سايق العربيه والمطاريد قتلوه. فالله ولا فالك يا حظ ظابط. ده هاشم لسه مكلمنا بالتليفون من اسكندريه. هاشم فين؟ اسكندرية. وهيجي امتى؟ مش هيجي، هياخد المركب ويسافر بلاد بره. الحاجات دي تخص هاشم، عايزك تستلميها. الحاجات دي كانت في العربيه. اللي سرق العربيه سرقها باللي فيها يا حظ الظابط. طلع كويس. مش هي دي حاجته؟ الست تعبانه يا حظ الظابط، سهرانه طول الليل تحضر فرح جميله، دخلتها الخميس الجاي عقبال عندك. وهتعملوا فرح من غير عمها هاشم ما يحضروا؟ شغله اهم من الفرح. على رايك الشغل اهم. اروح انا بقى اشوف شغلي. مع السلامه. وحضرتك اول المعازيم طبعا. ان شاء الله. قلبه حجر. اللي يعمل كده في اخوه ما يبقاش انسان. لو خيروني بينك وبين اهلي هختارك انت. انا شارياك يا سامي. لو حبيت تبلغ البوليس انا هقول كل اللي اعرفه. انا مش هبلغ عنكم، انا ماليش دعوه بالرشايده. حتى المطاريد حذروني منكم. انا من طريق والرشايده من طريق. سامي انت هتتجوزني انا، مش هتتجوز اهلي. انا اسف يا جميله. لو سبتني يبقى بتاكد التهمه على بابا. سامي مين عارف، يمكن لما نتجوز والمساله تعدي على خير بابا يحس ان ربنا سترها معاه ويكون ده درس ليه يبطل العمايل اللي بيعملها. صدقني يا سامي، سواء اخترت انك تتجوزني او تسيبني فانا بحبك مهما كان اختيارك، هفضل احبك. ايدك يا استاذ، ايدك يا استاذ. قول معايا. قبلت زواجها، قبلت زواجها على سنة الله ورسوله، على سنة الله ورسوله، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
ابوك مين؟ بلد جاي تنظام، حتى في ليله فرح وتيجوا تعكننوا على ايه؟ معلش يا حبيبتي، انا هروح اقعد اخد الشنطه واروح للمريض، انا اسف. مش ولا يهمك. تعالى. مرضك اتجوزت بنتهم؟ جابر، اتجوز ما اتجوزش، انت مالك ومالي؟ قلبي عليك. ليه؟ اخويا؟ ابويا؟ خلفتني ونسيتني؟ انت عاوز مني ايه؟ عايزك تبقى في الصح، عايزك تبقى راجل كامل مكمل. لما قلت لك على الرشايد ما صدقتنيش، واديك شفت بعينيك اجرامهم ودناوة نفوسهم، بعد كده راح تتجوز بنتهم. انا خلاص قرفت من البلد دي ومن اللي فيها، انا هطفش اهج، هاخد مراتي واروح مكان بعيد ما فيهوش لا مطاريد ولا رشايده. الرشايده اعدائك، اقتلهم احرقهم، انا مالي؟ مالك ونص، مالك وطارك واهلك، رشايده قتل ابوك. جابر، ما تدخلنيش بينك وبين الرشايده، ما تستخدمنيش سلاح ضدهم. اللي بينك وبين الرشايده انا انت اللي كان بيني وبين الرشايده دم ابوك. شفتك وانت ابن سنتين تبكي، امك شايلاك على يدها بتهرب بيك من البلد بالليل، نزلت بيك مصر يا سامي لاجل ما تحميك منهم وتعرف تربيك. ليه؟ ليه؟ قتلوا ابوك، عايزين يقتلوك انت وامك كمان، طفش اخوك الكبير من البلد وموتوه في الغربة من غير ما تعرفوا بعض ولا حتى تشوفوا بعض. جابر، ما تلعبش بيا. ما عادش اللي يلعب بيك يا سامي، الله في سماه لا حيمس شعره من راسك لكن دابحه. انت سايب الفرح وبتعمل ايه؟ اصلي كنت ناسي حاجه. انا كنت رايح الفرح لقيت النور منور، قلت اخدك معاك. انت عندك ضيوف هنا ولا ايه؟ لا لا ابدا، انا جاي معاك، اتفضل. امال انا سايبك جايبين فرقه ولا فرح سكيتي؟ في ايه يا سامي؟ انا عرفت الحقيقه يا رشيدي. حقيقة؟ حقيقة ايه؟ هي حقيقه واحده مفيش غيرها. بينا على مكان نبقى فيه لوحدينا. قتلت ابويا ليه؟ انا؟ حاشا لله. داود، ازاي تصدق ان انا عامل عمل زي ده؟ انا صدق انك تعمل اي حاجه. ده ابوك كان دراعي اليمين، ده انا اللي شغلته في الجمعيه. قتلته ليه؟ انت! انا ما قتلتش ابوك يا ولد، اللي قتل ابوك هرب
واتحكم عليه بالاعدام غيابي. انت اللي هربته؟ انا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ده انا ياما دورت عليه، كان نفسي الاقيه علشان الف حوالين رقبته حبل المشنقه بيدي. ومين اللي قتله؟ هو مات وانت اللي جبت لي خبر موته. ما تلفش وتدور يا رشيدي، انا متاكد ان انت القاتل. لو تقول لي مين اللي قال لك تريحني. عمرك ما هتشوف الراحه بعد النهارده. طب قال لك ايه بالظبط؟ قتلت ابويا، يتمتني، موتت امي بحسرتها، حرمتني من اخويا اللي مات في الغربه حتى من غير ما اشوفه. اخوك ما كانش يقدر يرجع مصر بسببك. خايف من اجرامك. خايف من الموت. كنت هتقتله هو اخر. كنت هسلمه للمشنقه ونفذ فيه حكم القاضي. اخويا؟ اخوك هو القاتل، قتل ابوك وهرب للمحكمه وسافر على بره. اخلص! اخويا اشرف منك ومن عيلتك ومن ناسك، لو كنت سبته على لسانك تاني انا هقتلك. اقتلني، انا راجل كبير شبعت من الدنيا ومش باكي عليه، لكن هتقتل بريء ملوش ذنب. حرام تروح في حديد وانت لسه صغار ما دخلتش دنيا. ملعون دي دنيا بدل فيها امثالك. اخوك القاتل وعندي الدليل. لا، انا اخويا ما يقتلش، انت اللي تقتل لانك خسيس ومجرم. انا استحملت اجرامك عشان خاطر بنتك، لكن ملعون الحب اللي على حساب رجولتي، ملعون الحب اللي على حساب دم ابويا. انا بريء من دم ابوك، انا دفنته بجدي، محدش حزن عليه بجدي، حتى الجرايد كتبت عنه. اتفضل. ده يبقى اخوك. وايه اللي يخلي ابني يقتل ابوه؟ اخوك طول عمره طماع جشع، بيع ابوك حته ارض كان يملكها وصرف فلوسها على الغوازي واشترى بندقه وقعد يتمخطر بيها في البلد. ابوك فشل في اصلاحه، وفي الليله المشؤومه ابوك دخل الجمعيه لقاه بيسردها، قال له بتعمل كده ليه يا ابني؟ راح طخه.
صدق المعروس لما قال مقتل الإنسان في اللسان، حياته ومماته، سعادته وشقاه توقفين على كلمة ينطق بيها لسان. ده ايه اللي خلاني ابوح له بسر حرست طول عمري خبيه عنه. روح دلوقتي هكون السبب في العذاب اللي هيشوفه. عملت راجل كان خلي البال زي الطفل. انا رميت نفسي في النار عشان ينجح هو والجراد المحترم. انت عملت اللي عليك، جيت دور هو يتحمل مسؤولية نفسه. والله لو بقى عنده 100 سنة يفضل في عين طفل صغير. وانت هنبص لحالنا. عمر الضابط طلب مدد من المديرية وناوي يضرب ضربته. يا ترى يا دكتور انت ناوي على ايه؟ ما تنسى الكفر باللي فيه. الرشايدة بطلوا يزرعوا مخدرات والقرش في ايديهم نشف. ما تيجي نرحل، الجبل واسع وندور على حتة يكون فيها القرش بيجري. ارحل، عايزين نعيش عيش غدر؟ عيش المطاريد. أنا مراتك يا سامي، ما يهمنيش أي حاجة في الدنيا غير إني أكون جنبك. يلا نبني حياتنا في مكان تاني غير هنا. ده كان رأيي في أول الليل. ودلوقتي أنا محتار، بدور على الحقيقة، والحقيقة مرة أدفع ثمنها غالي. أنا جيت البلد دي وحلمت إني أحقق حاجات كتير، لكن كل أحلامي اتحطمت على صخور الجبل اللعين ده. أمون! أمون! ابونا مات مرتين، مرة زمان لما رشيد طخه، والتانية دلوك لما حاولت تمد يدك عليا وظنيت ان انا الجاد. الرشيد وراني الدليل وصدقته. طب ليه نكرت نفسك مني؟ ليه استخبيت عني الفترة الطويلة دي؟ لاجل ما يبقى توبك نظيف، توبك نظيف. بخلي واحد صاحبي من الكويت يبعت لك جوابات على انها مني، لاجل ما تحملش ذنب اخ عايش مع المطاريد. انت نكرت نفسك مني علشان عاملة سودة ما عملهاش الا مجرم قلبه اسود. هذه كل اللي عملته لك يا سامي، يا دكتور سامي، تقول عليا قلب اسود بعد ما خليتك راجل ومتعلم. كنت بحرم نفسي من لقمه عشان احطها في خشمك، تقول عليا مجرم. انا خبيت عليك لاجل ما تعيش سعيد. كان نفسي اشوفك متعلم واتباهى بيك وسط الخلق كلها. طب والقاضي وحكم المحكمة؟ قلت كان رشيدي سلك بندقيتي وطخ بيها ابوه ويقتله ليه؟ وقف قصاد الرشيدي ويسرق حسابات الجمعية الزراعية. قام الرشيدي لعب لعبته وقتله. وايه الدليل؟ ولا دليل عندي، ولا عايزك تصدقني. سامي شيل يدك من الموضوع خالص. سيبنا الرشيدي، احنا الاثنين اموات نعرف خلاصنا. انت حي، انزل الناس
عيش وسطيهم وانفعهم بعلمك. لا، انا مش هنزل من هنا لما اعرف الحقيقه. بعد كل اللي قلته لك تقول لي الحقيقه؟ الرشيد قتل ابوك. هتفضل شايل همك لوحدك كده؟ اتكلم يا سامي، احكيلي، يمكن اقدر اخفف عنك. همي وعذابي وحيرتي حمل تقيل، لكن انكتب عليا اشيله لوحدي. متقولش كده يا سامي، انا مراتك حبيبتك، انا ماليش في الدنيا دي غيرك انت، متحسسنيش ان انا بعيد عنك. انت اقرب ليا من نفسي، بس انا تايه بدور على الحقيقه ومش عارف الاقيها. قلت لك نبعد عن هنا، نسيب كل حاجه ونشوف مستقبلنا، اكيد هنبقى سعداء. لا، انا مش ضعيف، انا لو مشيت من هنا هبقى بهرب من نفسي ومن حقيقتي، وانا لا يمكن امشي من هنا الا لما اوصل للحقيقه. كلامك ده بيخوفني من الحقيقة اللي انت عاوزها، لكن مادام دي رغبتك انا هفضل جنبك لغاية ما توصل للي انت عاوزه. منك لله يا رشيدي، منك لله، تسرق ارض مني يا رشيدي، منك لله. التفاهم ما يبقاش في الشارع يا حاجة. انت تعرف الحياة، طلع فلوس بالفايز وتسرق حجة الارض، روح منك لله. مين اللي قال للدكتور اني قتلت ابوه؟ الموضوع ده لو انفتح يبقى مش هنخلص. التمرجي شافه بعينيه وهو طالع الجبل. يكون بيعمل اتفاقية ضدنا، يكون حاطط يده في يد المطاريد. اطخه دي رصاصتين كيف ابوه. رشيدي يا رشيدي يا رشيدي، عايز ايه انت راجل؟ عايز سلامتك، بقالك اسبوع مش سائل عني. خلاص المطاريد اخدوه بطلنا نزرعه. اديني حتة، تعبان قوي 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 قوي. يا راجل روح شوف لك قبر التويع. منك لله يا رشيدي، منك لله يا رشيدي، منك لله، منك لله. وريني بقك. اتفضل. يسلم ايدك يا دكتور. قولي لي يا حاج. ايوه يا ابني. مش فاكر حاجه عن قضيه قتل العدوي؟ ده شيء بقاله زمان، من سنين. الرشيدي هو اللي قتله مش كده؟ الرشيدي ظالم، بس الانسان لازم يقول الحق. الرشيدي بريء من دم ابوك. بس انا سمعت الناس بتقول ان الرشيدي قتله ولبس القضيه لاخويا. لا يا ابني، الظلم حرام. فوتك بعافيه يا دكتور. اسمع يا جابر، الصاحب اللي يضر عدو مبين. بيني وبين الدكتور سامي يخصني وحدي. اخوك بلغ عنا وهيج الدنيا علينا. ده مش اخويا بدران، ده ابني. قعدت سنين طويله ربيه لاجل ما اشوفه راجل. حرمت نفسي من كل شيء في الدنيا لاجل ما يصبح دكتور واتباهى بيه قدام الخل واشوف نفسي فيه. جاي النهارده عايز اتخلى عنه بالبساطه دي؟ مستحيل، مستحيل يا بدران. بكره الحكومه تحاصر الجبل وتصطادنا واحد ورا الثاني.
قصدك ايه يا بدران؟ اياك تكون خايف. احنا ما نخافش حتى من الموت، لكن يعز علينا نروح وبلاش من تحت راس عيل. اللي مش نادد عليه معيشتنا يفارقنا يا بدران. انت قلت؟ طب احنا مفارقينك كلنا، كلم عن نفسك بس. عبد الحكم ايه الدكتور القفشين حل باسم يا دكتور. طب تعالى معايا. عندك طلبي؟ بس تعالى معايا العياده. عندي طلبك. هات ابوس ايدك. مش قبل ما تجاوب على سؤالي. سؤالي؟ مين اللي قتل العدوي؟ اخوك جابر. يبقى مش هديك حاجه. هي دي الحقيقه. الحقني عم معروف. خلي الرشيد يديلك. الرشيدي مفتري، هو اللي علمني الكيف وخلاني مدمن وخلاك شهدت زور وحلفت يمين الله باطل قدام القاضي. غصب عني ناولني الكيف، مش قادر. الرشيدي هو اللي قتل ابويا؟ ايوه هو اللي قتل، انا اللي سرقت بندقية اخوك. هات. ورشيدي قتل ابوك في الجمعية. هات 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 هات, هات. الرشيدي، محمود الرشيدي هو اللي قتل ابويا، انا متاكد. انا مش فاضي يا سامي، احنا طالعين نقبض على المطاريد. زعيم المطاريد يبقى اخويا، اديني فرصه اطلع اقنعه ويسلم نفسه. على العموم هنديهم انذار قبل ما نضرب عليهم. اطلع. دكتور سامي عرف الحقيقة، عرف كل حاجة، نهايته هتكون على يدي، مش عايز الليل يمسي عليه وهو حي. قول الله يرحمه. فين جوزك يا جميلة؟ معرفش. انت عاوز منه ايه؟ ارجع البيت ابوك دلوقتي. انا ما سيبش بيت جوزي. اعجلي يا جميلة، جوزك ناولنا على الشر، ارجعي بيت ابوك. الشر باين في عينيك انت. انتوا ناويين تعملوا ايه في سامي؟ لو ناويين تقتلوه يبقى اقتلوني انا الاول. جابر سامحني،
سامحني يا اخويا. صدقتني بريء. انا ظلمتك يا جابر ولازم ارد لك الجميل. ما تقولش جميل يا سامي، انت اخويا، انت ابني. كنت بعد الايام والليالي لاجل ما اشوفك دكتور. كنت بتمنى افضل عايش لاجل ما تحوجش لحد تمد يدك. النهارده انا مطمن عليك، عايزك تبتدي طريقك ابيض نظيف. اما انا في طريقي، انا طريقي عارف النهايه. لا، طريقك هيبقى نظيف. انا هثبت براءتك. جابر سلم نفسك يا جابر، وانا عندي الشهود اللي هيثبتوا براءتك. بعد ايه؟ الحكم اللي عليا سقط بقاله 15 سنه. مستحيل اسلم نفسي دلوقتي قبل ما انتقم من رشيدي وخلص تاري منه. جابر، انت السبب وقلت لي ابعد عن الرشايدة. انا النهارده اللي بترجاك ابعد عنهم يا جابر، ارجوك. الايام سبق وبعدت بينا، والايام دلوقتي هي اللي بتجمعنا. جابر انسى الانتقام. الانتقام مش هيرجع اللي فات. خلاص يا جابر.
عرفتم يا رشيدي اني جابر العدوي اللي قتلت ابوه وشرتني في الجبال مع المطاريد. دلوقتي اللي هاخد بتاري منك. معلش يا سامي، انا كنت عارف نهايتي. خد مراتك وامشي من غير ما تبص وراكم عشان خاطر انسى الماضي. انساني يا اخويا، انساني خالص. انا مش هتخلى عنك ابدا يا جابر.